ها اجيبهم هاي شنو؟ احنا صار غلط كنا نغسل السمكه لازم بدمها يا عيوني. هو راح ينبتها احنا نغسلها نجلفها. والله يا شيخ تصفر. ها هسه خل اسولف لكم سالفه على الدم مال السمكه وشنو فلسفه اهل الهور من يشون بدون غسل. اصدقائي شفتوا هسه ابو سعد الخلفي اللي قاعد يسوي السمك. ابو سعد وكل اهل الهور يسوون السمك بدون غسل. اوكي شو يقول؟ هاي الماده البي سواء دمها او اي شيء ثاني يعني من الافرازات الداخليه، هاي ماده هي بيها ريحه الزفر عاليه جدا ولكن مكثفه بهاي الماده يعني دم او فد شيء. يقول اذا غسلناها راح يتحرر الدم وينزل بداخل اللحم مال السمكه، فراح تكون السمكه جدا زفره حسب رايي، واللي بعدين انا اكتشفت انه رايي صح جدا صح. اذا بقى مثل الدم على حطته او هاي الاشياء الافرازات السائله لما تيبس بالشوي راح تتيبس وتوقع، وبالفعل هي تتيبس وتوقع وتبقى السمكه طيبه جدا بدون اي زفر. هذا انا اقر واعترف انه هم اصح من عندنا بطريقه الشوي. صنف جديد ما كان قبل موجود. اي هاي الغريبه صنف يعني جديد. حجي هاي اول مره شفتوها شو وقت ابو سعد؟ قديمه هي بس احنا ما شايفينها. يعني غريبه لا هي صار لها 4 5 سنين. اول مره طبت السوق. لا وين 15 سنه؟ قبل لا نعرف لا نعرف. ها صح اي صح والله صح. اخاف يعني استوردوا بيوضها وجابوها. اي زراعي. يعني اذا هاي مستورده وكاتبه كلها هو شكل بالجديد.